الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارين الأفاضل، يعني ببالغ السرور والاعتزاز كيشرفني نكون معكم اليوم لإجابة على هذه الأسئلة المهمة اللي تنشكركم عليها جزيل الشكر. هي أسئلة تتنصب في الصميم ديال الاشتغال ديالنا اليوم داخل هذا القطاع اللي كيف ما تكلمتوا عليه، واحد القطاع اللي هو مهم ومهم جدا، يوليه جلالة الملك الله ينصره أهمية كبرى، وماشي غير اليوم، منذ زمان. وكذلك اليوم الحكومة تعبر عن إرادة قوية من أجل رد الاعتبار ومواصلة الإنجازات اللي كدار في هذا القطاع. باش أولا أنتم تتعرفوا جميع بأنه أزيد من 2.7 مليون مغربية ومغربي اللي كيشتغلوا في القطاع ديال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وملي كنشوفوا شكون هما هاد 2.5 مليون ديال المغاربة تلقاوهم هذيك الفئة الهشة الاجتماعية اللي كاينة في القرى، في الجبال، يعني في المدن العتيقة ديالنا، المدن العريقة، وتعانيوا يعني من جملة من الكراهات تكلمتوا عليها. تكلمتوا على هذا الزحف اليوم اللي كاين ديال الحداثة وديال العولمة وهذا الانفتاح على مجموعة من الأسواق، وتكلمتوا يعني في المداخلة في الأسئلة ديالكم على اليوم التحديات ديال ما بعد كورونا، وتكلمتوا كذلك على الإطار التشريعي اللي خصو يحمي هذه الفئة اللي كتشتغل. أنا السيدات والسادة المستشارين وجدت جواب كتابي، ولكن ماذا بيا اليوم نتكلم معكم بقلب مفتوح. أنا ابن يعني هذا المجال اللي تيشتغلوا فيه هاد الصناع التقليديين وهاد النساء وهاد المشتغلين في هذه المنظومة ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. اليوم الثقة ديال جلالة الملك في شخصي، وكذلك هذه الالتفاتة ديال إحداث كتابة الدولة، خصنا نلمسوا منها أنه كاين إرادة حقيقية وإرادة قوية للاهتمام بثاني قطاع مشغل في بلادنا من بعد الفلاحة. هذا القطاع خصو اليوم تضافر ديال الجهود مجموعة من المتدخلين. نعم اليوم كاين الوزارة، كاين كتابة الدولة، كاين الوزارة، كاين الحكومة، ولكن محتاجين الشركاء ديالنا. من خلالكم اليوم بغيت نتوجه للسيدات والسادة رؤساء الغرف المهنية. احنا معولين عليكم وغنواكبوكم وغادي نكونوا معكم وبجنبكم ماديا وفي الإصلاح ديال الوضعية القانونية، الإطار القانوني اللي تشتغلوا فيه باش تواكبوا معنا واحد الاستراتيجية، واحد الخريطة الطريق اللي تم الإعداد ديالها اليوم للنهوض بهذا القطاع ديال الصناعة التقليدية. اليوم أمامنا وعندنا واحد القانون اللي تكلمتوا عليه ديال 5017. هذا ثورة في تاريخ بلادنا. قبل سنة 2020 ما يمكن لناش نتكلموا على تنظيم قانوني لهذا القطاع ديال الصناعة التقليدية. هذا القانون ثورة حقيقية، لأنه هو اللي اليوم تيمكننا نعرفوا شكون هو التعريف بعدا ديال الصانع التقليدي، التعريف ديال شكون هي الصناعة التقليدية، الصانع التقليدي المعلم، التعاونية ديال الصناعة التقليدية، المقاولة ديال الصناعة التقليدية، شنو هما المؤسسات اللي منوط بها إعداد واعتماد الاستراتيجيات في القطاع ديال الصناعة التقليدية. أول مرة تيتم الإحداث ديال المجلس الوطني للصناعة التقليدية اللي ترأسه السيد رئيس الحكومة في يوليوز الماضي، واللي لأول مرة تيتم اعتماد ديال استراتيجية واضحة، واللي اليوم راها كاينة في في المساطر ديال المصادقة عند الجهات المعنية، واللي غتوفر إمكانيات مهمة باش لنهوض حقيقي بهذا القطاع وبالوضعية الاجتماعية ديال العاملين والعاملات في هذا القطاع ديال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. اليوم محتاجين أنه تواكبوا معنا الهيكلة. انتم تتعرفوا بانه واخا نديروا اي استراتيجيه كيف ما بغات تكون، الا ما كانش القطاع، وتكلمتوا على انه قطاع غير مهيكل، خصنا ندمجوا هاد المشتغلين فيه يعني في قطاع مهيكل ونعرفوهم وتكون عندهم امتيازات ديالهم، ديال التغطيه الصحيه، ديال التقاعد، ديال التعويض على فقدان الشغل. ولكن الا ما كانوش مهيكلين هاد الناس ما غاديش نقدوا اننا نحققوا نتائج في اقرب وقت ممكن، لان كنعتقدوا اليوم وعندنا قناعه بانه ما بقاش عندنا الوقت ما نضيعوا في هذا الجانب هذا، لأن فيه حس اجتماعي وفيه هذاك الجانب الاقتصادي وفيه هذه الفئة
تكلمتوا في الاستثمار على العداله المجاليه. من العداله ديال التنميه اننا نهتموا اليوم بهاد الناس اللي كاينين في هذا القطاع. لذلك الهيكله ورش مهم. احنا ابتداء من يناير 2025 باذن الله تعالى غادي نبداو مع الساده رؤساء الغرف وممثلي الصناع التقليديين في الاحداث ديال الجمعيات الاقليميه اللي تتمثل. هذه الجمعيات الاقليميه مهمه ومهمه جدا. علاش؟ لانها تتنظم لنا اليوم. هذا الشيء راه كاين، ولكن كاين يعني بشكل عشوائي. يعني كتشوف فيدراليه وكتشوف جمعيه ديال ممثلين ديال بعض المهن، ولكن غير مؤطره قانونيا. اليوم عندنا قانون اللي تينص، قانون 5017 اللي تينص على الاحداث ديال هذه الهيئات، واللي رؤساء ديال هذه الجمعيات الاقليميه هما الامناء الحرفه. وكنعرفوا بانه عندنا هذا العرف ديال امين الحرفه اللي تيتدخل في الحل ديال واحد العدد الاشكاليات وتيمثل هذه الفئه في واحد الجانب، طبعا مع الحفاظ على الدور ديال الغرف كما هو منصوص عليه في القانون، وكيف ما تنشتغلوا انه نعطيهم الاهميه الكبرى. ولكن الهيكله ديال هذا الحرف والمهن اللي هي ازيد من 172 حرفه ومهنه مهم جدا لنا. وكذلك خصنا نزيدوا من المواكبه. كاينين اليوم اوراش مهمه اللي تفتحت. دار الصانع تتقوم بواحد العمل مهم، اولا في الفتح ديال الاسواق ديال التصدير، والحمد لله انه لاول مره في تاريخ بلادنا كنوصلوا للمليار ديال الدرهم ديال الصادرات ديال الصناعه التقليديه. وكنشوفوا صناع تقليديين اليوم اللي تيحضروا في معارض دوليه في كبريات الدول، ماشي فقط معارض تجاريه، ولكن انفتحنا على واحد الشكل اخر المعارض اللي هي مهنيه، اللي كيكون فيها داك البي تو بي، كيكون فيها داك اللقاء ديال الصانع التقليدي مع الزبناء مفترضين، وتيجيب يعني هذوك الطلبيات، هذوك لي كوموند. واليوم عندنا ثلاثه ديال الاوراش مهمه، ثلاثه البرامج اللي فتحناها. البرنامج ديال دعم المصدرين مهم جدا وعاوننا في تحقيق هذا الرقم. البرنامج ديال التميز، مراكز التميز باش نواكبوا الوحدات الانتاج، سواء للرفع من الكفاءه ديال الصانعين التقليديين عبر التكوين، وكذلك الرفع من جوده المواد الاوليه. وعندنا برنامج ديال المجمعين، لان تنعرفوا اليوم ان كاين بعض الممارسات احيانا تيتم استغلال ديال بعض الصناع التقليديين خارج اطار القانون. واليوم بغينا هذه البرامج ديال التجميع، يعني تيكونوا مجمعين اللي عندهم امكانيات وتيشتغلوا في يعني بشروط تضمن حق هذوك الصناع التقليديين المجدين والمبتكرين باش يجمعوا هذيك السلعه ويبيعوها باثمنه مناسبه ويضمنوا الحق. اذا هادو ثلاثه ديال البرامج ديال التجميع، ديال دعم المصدرين، وكذلك ديال احداث مراكز التميز. كنشتغلوا من اجل تطوير البنيات التحتيه، وهنا كاين دور ديال الجهات وكاين دور ديال العمالات والاقاليم والجماعات الترابيه. عندنا اليوم ازيد من 100 دار للصانعه اللي كتوفر واحد الفضاء فيه تجهيزات مشتركه، وفيه واحد البنايه اللي تتحفظ الكرامه ديال تلك النساء اللي تيشتغلوا باش يعني يوفروا منتوجات ديال الصناعه التقليديه. عندنا ازيد من 150 بنيه تحتيه، من مجمعات، من مراكز للعرض، من يعني دي بلاتفورم، منصات للتسويق. عندنا منصات للتسويق الالكتروني. عندنا ازيد من 50 بنيه تحتيه اليوم، واللي غادي نخرجوا لمختلف الجهات. بدينا من العيون، نهايه الاسبوع غنكونوا في قلميم، الاسبوع اللي من مورا غنكونوا في تازناخت. يعني غنبداو واحد الجوله باش هذه البنيات نلقاو لها الحكامه ديال التسيير ديالها، نضمنوا لها الاستمراريه ديال تسيير الموارد البشريه. الهدف السيدات والساده المستشارين المحترمين هو ترجع الديناميه لهذا القطاع. وهذه الديناميه كونوا على يقين ان من جهتنا كاينه اراده صادقه وتنتظروا من عند الشركاء ديالنا، لان هذا القطاع يهم الجميع. يعني واحد القطاع افقي اللي تتلقى فيه غير النوايا الحسنه والارادات الحسنه، لان الناس اللي تيشتغلوا فيه هما الدراوش، هما واحد الفئه اللي اجتماعيه بسيطه تتحشم، واحيانا ما تتعرفش كيفاش يعني تطلب حقها بشكل كبير. لذلك حنا اللي خصنا نجيو اليوم نمدوا يدينا لها بتعاون معكم جميعا، وبتعاون ديال هاد الصناع التقليديين اللي من خلالكم بغيت اليوم نتوجه لهم برساله اننا تنعرفوا الدور اللي تيقوموا به، اننا غنكونوا بجنبهم ان شاء الله لتحقيق هاد المكتسبات. بغينا السؤال اللي تطرح من طرف
السيدات والساده المستشارين ديال فريق الاصاله والمعاصره، المؤسسات العموميه، الجامعات الترابيه، المؤسسات المنتخبه، جميع المؤسسات في هذه البلاد ترجع. انتم كتذكروا جميع ملي كان ذاك القرميد تيكون اجباري في بعض الواجهات ديال المؤسسات. اليوم ما بقيناش، بغينا يعني خصنا نشجعوا هذا الصانع التقليدي من خلال الاقتناء ديال ذيك الهدايا اللي تنقدموها، من خلال التأتيت ديال ذاك يعني الفضاءات ديال المؤسسات، وكذلك نحرصوا معنا المنعشين العقاريين ويحرصوا معنا المستثمرين في القطاع ديال العقار من خلال تشجيع القباص، تشجيع النجار، تشجيع هذاك النحات على الخشب. يعني نحاولوا تكون هذه المسؤوليه جماعيه، ونحاولوا نخلقوا هذه الثقافه الجماعيه والإحساس الجماعي بأن عندنا إرادة للنهوض بهذا القطاع. شكرا لكم سيدات والسادة المستشارين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.